السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا مزيانين وعشروا مبروكة، تدخل لكم الصحة والسلامة باش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا نعدل معكم كيكة سهلة وسريعة اللي هي كيكة ديال القهوة والشوكولات، كتجي لذيذة ومعلكة. كنت شفتها عند مطبخ أميرة وجربتها وعجبتني، قلت نشاركها معكم. كتجي واعرة رغم بساطة ديالها. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير فكنحتاجو 250 غرام ديال الشوكولات الأسود، من الأحسن يكون في نسبة ديال الكاكاو زايد. عندنا 4 ديال البيضات، كاس العنبة ديال الزيت، كاس إلا ربع ديال السكر، وكاس ديال القهوة معصرة أو لا يمكن لكم تستخدموا نسكافيه قهوة سريعة الذوبان. ايضا كنحتاجو قفصة ديال الملح، ملعقة كبيرة ديال الكاكاو المر، كنحتاجو ساشي ديال سكر فاني، والدقيق عندي 225 غرام. وفي الاخير خمارة ديال الحلوى 20 غرام بالضبط، استخدمت انا خمارة ونص. ونبداو على بركة الله. بسم الله. مع الطريقة ديال تحضير في كاسرونة عملت السكر والزيت وكذلك القهوة وساشي ديال سكر فاني او لا فانيليا سائلة اللي بغيتو، وكذلك قبضة ديال الملح ما نساوهاش حتى هي. وغنضيف الشوكولات الاسود كما قلت لكم من الاحسن يكون نوعيه جيده. انا هنا صراحه خلطتهم، خلطت بداك النوع اللي كيكون فيه مخلط بالحليب، والنوع اخر اللي زايد كيكون فيه نسبه ديال الكاكاو. صافي عرضتهم فوق النار تاكيدوا بداك الشوكولات مزيان وكيندمجوا العناصر مع بعضياتهم. النار كتكون مهيله. صافي هيدا ملي كيدوب الخليط كما كتشوفوا كيندمجوا المكونات مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. كيكون ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف بزاف على هذا الشكل. صافي كنخليوه على جنب حتى كيدفى، ضروري حتى كيدفى، ما نستخدموش هو سخون. في هذا الاثناء انا غنغربل الدقيق والكاكاو، ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، كذلك 225 غرام ديال الدقيق غنغربلو مزيان. وغنضيف خميره ديال الحلوى كما قلت لكم 20 غرام بالضبط. صافي حتى هي كنغربلوها. كنخلطوا النواشف مع بعضياتهم هيدا حتى كيندمجوا مزيان. ملي كنتاكدوا ان الخليط اللي حضرنا في الاول طفى، يعني ما يكونش يعني ولا بارد، عيد شويه ما يبقاش يسخن، كنضيفوه على الدقيق وكنحركو على هذا الشكل هذا. صافي هيدا كنبقاو نخلطو كلشي مع بعضياتهم حتى كيندمج داك الخليط مع الدقيق مزيان وكنتحصلوا على قوام يعني متماسك مع بعضياتهم. موراها غنبقاو نضيفو البيضات، اخر حاجه هي البيضات هيدا كما كتشوفوا. دابا غنبداو نضيفو البيضات بيضه ببيضه. صافي كنبقى ماشيه هيدا حتى كنكمل البيضات اللي عندي كاملين 4 ديال البيضات. هذا هو الخليط اللي خصنا نتحصلوا عليه، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. 225 غرام ديال الدقيق كافيه. صافي دابا ها هو الخليط ديالي كيكون جاهز. غندوزو باش نعملو في المول. انا اخترت هذا المول هذا العادي مدور اللي كيجي مسكوب بعيدا من الوسطي. رشيت عليه الزبده، ما استخدمتش الدقيق، عاد الزبده بوحديتها. صافي وكنكبو الخليط ديالنا، كنعلي يدي شويش. صافي وكندخلو الكيكه ديالنا طيب من التحت ومن الفوقي.
صافي، ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجتها من الفرن. كما كتشوفوا تبارك الله كتجي منفوخه. هيدا كنعملها في الشبكه باش تبرد، كنخليها كتبرد عاد غنزينها. صافي التزيين كيبقى اختياري على حسب نتوما الرغبه ديالكم. انا هيدا قلبتها، ما عملت حتى شي من الوجه. صافي، وهنايا عملت الشوكولات مخلط مع الحليب، عملته دوبته مع شويه الزيت، وعملت هيدا خطوطه وشويه اللوز افيلي من الفوقي. المهم التزيين اختياري، يعني نتوما والرغبه ديالكم شنو بغيتو تعملوا. صافي، وكنخليوها حتى كيجمد داك الشوكولات. وها الكيكه ديالنا كتكون جاهزه للتقديم. صافي، الكيكه ديالنا كتكون جاهزه للتقديم. انا ما خليتش حتى ديك الشوكولات برد ديك الوقت. صافي صورتها هيدا. صافي غنقطعها لكم غير باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط، واخا داك الشوكولات باقي ما جمدتش. صراحه كتجي واعره، كتجي هشيشه ومعلكه، يعني مع ديك الخليط ديال الشوكولات والقهوه كيعطي مذاق مزيون، خصوصا الناس اللي كيعجبهم القهوه. انتما كتجي مفشفشه من الداخل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنايا زيد قطعت لكم اكثر باش تشوفوا كيفاش كتكون هشيشه. وهيدا كنكونوا سالينا الفيديو اليوم. ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم. تلاقاو في وصفات قادمه باذن الله. شكرا على المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.